واحد الراجل سافر على برا مع والديه ومع صحابه، وجد الباليزه ديالو باش يبقى اسبوع في اثيوبيا. قدر يقنع العائله ديالو باش يمشيو معاه باش يشوفوا واحد الثقافه جديده، يكتشفوا سفاري بريه. كان الشغف ديالو في الحياه هو التصوير، وكان كيخدم مستشار مالي. ملي وصلوا وارتاحوا كانت اول رحله ليهم هي السوق الكبير ديال ميركاتو في اديس ابابا العاصمه. مشاو مع شي سياح اخرين، واحد الجروب سياحي ومعهم دليل سياحي حتى هو. كانوا كيمشيو مجموعين وكيتحركوا مع الزحام. هو كان غادي وكيشوف كلشي اللي دار به، وكيوقف عند التوابل والحبوب اللي شكلهم غريب وكيبقى كيصور ولا كيفيلمي. واحد الوقت المجموعه وقفات شويه باش يشربوا القهوه الاثيوبيه. هو خد القهوه ديالو وخرج يشربها على برا، وبدا كيصور القعده ديال القهوه الاثيوبيه والطريق الاعداد ديالها. وفجاه بلا سبب وبلا حتى شي مقدمه طرات واحد الحاجه غريبه بزاف. واحد المراه شافته من بعيد، وقفات دغيا من بلاصتها بحال الا عرفاتو، ومشات جايه نيشان لجهته. وقفات قدامه كتخنزر فيه. قبل ما يقدر يدير حتى شي حاجه صرفقاتو بالجهد في وجهه. الصوت ديال التصرفيقه تسمع في السوق واخا وسط الضجيج. بقى هو واقف تما مصدوم ما فاهم والو، غير حل فمو فيها. هي طلات عليه بواحد النظره احتقاريه، ومن بعد وبلا ما تقول حتى شي كلمه دورت ظهرها ومشات صافي واختفت وسط الناس. باش يحاول يفهم شنو وقع، بدا كيشوف الناس اللي دارين به والسياح اللي قاعدين اللي هما دابا شافوا كلشي وبقاو غير تيتفرجوا فيه. دليل سياحي دار بحال الا ما وقع والو، جلب الانتباه ديالهم من شي حوايج تقليديه في داك الصالون، وبسرعه وجه المجموعه بعيد على ديك البلاصه. الخطه ديالو صدقات، حيت دابا كملوا كيمشيو كيهضروا عادي بحال اللي ما طرا والو. حتى واحد ما جبد الموضوع بالمره. الراجل بقى مدهشر غير غادي تابعهم وهو ساكت. العائله ديالو حتى هي ما قالت والو. هو ظن باللي كاملين غير حشموا في بلاصتو، ما بغاوش يجبدوا ليه داكشي اللي طرا باش ما يحرجوش. في طريق العوده للفندق جلس بوحديتو، حط جبهته على الزاجه ديال الطوبيس وبقى كيتفرج في المدينه كتمر. واحد الوقيته بدا الصداع الراس كيجيه، ومنين وصل للفندق ولات شقيقه عنده. منين دخل البيت ديالو جاه الغيثيان فجاه. مهم تقيا كلشي داكشي اللي فكرشو. كان كلا الانجيره مع شي معاجين نباتيه، الماكله الوطنيه ديال اثيوبيا. من بعد وهو مرهق بزاف مشى ينعس، ومعاه قنينه ديال الماء مسكن للوجه حداه. نعاس عميق. في الصباح في ديك 20 دقيقه من بعد ما فاق مازال ما طلعش معاه الموقف ديال البارح. ملي تفكروا حاول يتجاهلو وقال في بالو اكيد غير شي مرا مجنونه تغلط لها مع شي واحد اخر. ارتاح بالو بهذا التفسير ونزل يفطر مع 8 ديال الصباح. ملي دخل صاله الفطور الجروب ديالو كامل شاف فيه وبداو كيدويو بشويه. من بعد ما وجد الطبسيل ديالو من البوفي مشى يجلس حدا صحابو بجوج، ما هزوش فيه عينيهم ملي جلس. صباح الخير قال لهم. صباح الخير جاوبوا غير واحد منهم. جلس حاير ولكن عارف مزيان ان الناس كاملين واخدين منه موقف. بدا كياكل. عافاك ملي مدليه ديك الملحه؟ سول صاحبو اللي قرب ليه. هو عطاها ليه بلا ما يشوف ليه في العينين. من بعد حنا راسو قال لي غاب شويه. علاش صاحبي ما قلتي ليناش؟ ما قلتي ليناش شنو؟ جاوبو هو. الناس كاملين كيهضروا عليك صاحبي. هو جاب بالو واش شي حاجه في جوجل هيستوري ديالو بانت، ماشي شي حاجه كريمينال ولكن ما تعرف شنو اللي تيقولوا فيا هاد الناس. سول المراه اللي صرفقاتك البارحه صاحبي، ما عندك حتى كلمه تقول لها هادشي؟ كاينه اشاعه ان هذه ماشي اول مره تجي لهاد البلاد، وانها كتعرفك وانك ظلمتيها بشي طريقه. هو داب بحال هكا وقال هادشي كله ماشي صحيح، ما كنعرفهاش، ما عمرني جيت هنا من قبل، اكيد تخلطت لها خلطات بيني وبين شي حد اخر كتعرفو. صاحبو بقى كيشوف الطبسيل ديالو وهو تياكل شويه ويقول ليه هادشي اللي تتقول انت، ولكن المراه ما كتضربش الراجل ما كتعرفوش علنيا بداك العنف بديك الثقه بلا سبب. راه هادشي اللي باين. كيفاش باين؟ سولو هو. صاحبو شاف جنابو بحال هكا ويكمل كيبان بحال شي انتقام، بحال الا درتي شي غلط كبير، شي حاجه مخبيها. الراجل حس بسخونيه تطلع ليه في صدرو. تضربت بلا سبب؟ شنو كخاصني ندير؟ صاحبو هز كتافو بحال هكا وقال ليه بلا ما ترفع صوتك صاحبي. ما رفعتش صوتي جاوبو صاحبو، ولكن صوتو غادي وكيعلى. حس الحلق ديالو مشدود عليه ويديه تزيروا على ديك القرعه ديال الملحه. ما كنعرفش هذيك المراه، قال مره واحده اخرى بصوت اعلى. كان ديجا خدا البيض من البوفي، وفي هذا الحوار ملحو بزاف.
دابا كياكلوا ومع الملح زايد زاد تعصب اكثر. الناس بداو تيصنتوا. صاحبو تكا على الكرسي وقال بشويه شتي علاش كندويو. الراجل جمع الوقفه وغوت باش كلشي يسمع. ورا ما كنعرفهاش وضرب يديه بجوج في الطابله. ما كنعرفش هذيك المراه. الصاله سكات كان تنبؤ بالخطر. شد الطبسيل ديالو يديه كيترعدو ومشى للقمامه رمى الماكله وخرج من الكافيتيريا. هضر شويه مع الدليل السياحي على الوجهه ديال ديك النهار ومشى وجد المعدات ديال التصوير ديالو ومن بعد مشى مع الجروب في الجوله. من ديك اللحظه بدا كيحس بالاخرين كيراقبوه ولا واعيين به بلا قياس. الهضره كتحبس ملي كيدخل وسطهم. الا مشى وراهم كيتلفتوا بداو يشوفوا فيه. الا سبقهم كيمشيو هما بشويه. ديك العشيه في العشاء سمع شي واحد كيهضر عليه. راه يمكن واش كان عنصري وعنيف معاها. كلمه عنيف بقات لاصقه ليه في بالو. ولات كتحكم في الحركات ديالو في وقفته في السكوت ديالو باش ما يبانش عنيف. الغد ليه تبدلات هضرتهم. وراه كيقولوا بلي كانت كتدافع غير على راسها. غيكون غير تعدى عليها ولا ضغط عليها باش يصورها. راه الدنيا ولات خايبه. حتى واحد ما بقى كيهضر معاه مباشره ولا واعي براسو بزاف. اي حركه ديال الجسد ديالو ولات كتبان ليه تهمه وقد تجيب ليه شي هجوم اخر. الاشاعات بالهضره ولا حتى بالعنف. الجو كان مصير. الا هضر كيبان عدواني. الا سكت كيحسوا بالخطر ولا كيخلي يديه باينين. كيمشي بشويه وغير مهبط راسو. كون جاي هضر كان غيقول باقي الرحله كانت غير محاوله باش نعرف كيفاش نتعامل مع المجموعه بلا مشاكل. حسيت بالاحتقار والتهديد. كل مره حاولت نهضر في شي هضره واخا زوينه باش نرجع التواصل كانوا كيتجاهلوني وشي مرات كيديروا فيا شي تخنزيرات ديال التهديد. قبلت هذا الرفض الصامت ووليت غير تابعهم. من حين لاخر الدليل السياحي كيجي يهضر معايا شي شويه وهذا الشيء كان كيريحني. فهمت منه بان بحال هذا الشيء وهاد المواقع تقدر توقع وكتوقع ولكن هو ما قدرش يبرئني قدامهم ولا يدوي على الموضوع باش ما يخوفش السياح. كنت متعطش للاعتراف وللصحبه لدرجه قبل داك اللطف القليل واخا كان سطحي من الدليل السياحي. كنت كنقول في بالي الخطيبه ديالي والقط ديالي كيتسناوني في بلادي وباقي غير يومين وغادي يسالي هاد الكابوس نرجع لحياتي العاديه. والديا كانوا كيتفاداوني وكنت كنلقاهم بصعوبه. الا جيت نهضر معاهم كيجاوبوني بايه ولا غير كنتمشاو غير سير تنوصلوا عليك. في الطياره جلست بديناتهم. التصرفات ديالهم تبدلات. حسيت بشي رمانه غادي تفرقع. من بعد ما قلعت الطياره مباشره بابا حنا عليا وقال ولدي انا وماماك هضرنا على هادشي اللي طرا في هاد الرحله. منين كنتي مراهق وانت مهووس بالبنات وعندك عصبيه زائده ولكن ما عمرنا تخيلنا توصل بك الحاله لهاد المرحله هادي. حتى في بلاد غريبه وسط عائلتك صحابك وحتى ناس غراب عليك ما تعرفوكش ما بقيتيش كتحكم في الاندفاعات ديالك وفي الشهوات ديالك. قبل ما نجاوب الام ديالي قربت وقالت ولدي راك عارف شحال انت عزيزه وشحال كنخاف عليك ولكن في هاد الفتره التصرفات ديالك ولات في شي شكل. من بعد داكشي اللي طرا في السوق عزلتي راسك علينا وعلى المجموعه. هاد الشيء وزيد مشكل العصبيه خلانا نقتنعوا انك محتاج المساعده النفسيه. انا وباباك هضرنا مع الطبيب ومصحه الامراض العقليه ومنين غادي نوصلوا غادي تمشي للمستشفى النفسي باش يديروا لك تقييم ويعطوك علاج. راه حنا بغينا غير مصلحتك. جعرت وانا كنسمع الام ديالي كتقول عليا هاد الهضره. كنت كنسحابها غادي تهديني غطمني. صدقات متيقه عليا قاعد تخربيق. كونها متاكده من هادشي عليا خلاني نزيد نغلي وننفعل. ما قدرت نستحمل حتى لقيت راسي كنغوت وبالجهد. واش نتوما حماق؟ شكون عطاكم الحق تاخذوا هذا القرار المصيري بلا ما تسولوني؟ خاصني نرجع نخدم. في اقل من ثانيه الطياره كامله تحركات. رجال ديال الجروب كاملين ما بينهم الاب ديالي جاو كيتجاراو عندي شدوني طيحوني الارض ديال كوريدور الطياره. الام ديالي كتقول لي وانا في ديك الحاله راك ما قادش دابا ترجع الخدمه وليدي مسكين مريض الله يرضي عليك لما قبل المساعده. السياح بداو كيشرحوا للمضيفات الطائره انني عدواني وما فيا ثقه. صحابي ما بقاش ليهم الاثار. قالوا نقدر نكون عنيف حتى مع الام ديالي ما عنديش حدود. في ديك اللحظه حسيت براسي مهزوم تماما. بلعت الغضب ديالي اللي ولا دموع اللي حتى هما بلعتهم. حسيت بالخيانه من طرف والديا وحسيت انهم تخلاو عليا وفضلوا المجموعه عليا انا ولدهم.
بحجه كنبغيو لك الخير، بحال الا كيقولوا ليهم الناس حنايا ابوين مزيانين ما عارفينش مالو، المشكله راه فيه هو. صافي ما بقيتش كنقاوم بتاتا، استسلمت، خليت كلشي كيوقع كيف ما بغا يوقع. هزوني من الارض، مضيفه الطيران جابت واحد المينوط مؤقت، كتفو يديا مور ظهري وحولوني لواحد المقعد خاص قدام في الطياره حدا باب الخروج، داك المقعد اللي غالبا كيجلسوا فيه المجرمين. بديت كنشك في راسي، يمكن هما تيشوفوا فيا شي حاجه انا ما تنشوفهاش، يمكن هما على حق، الا كانت هما براسها متيقه عليا هادشي راه يمكن فيه شي شويه الحقيقه. من بعد ما تهدنت الناس ولاو معايا ظريفين بلا قياس، وهادشي دخل فيا الشك وخلعني، بحال الا بغاو يقولوا لي حنا هنا باش نعاونوك، حنا ناس مزيانين، وراه واضح ان شي حاجه انت اللي فيك ماشي عاديه، اما حنا راه من احسن الناس، حاشا لله نكونوا بحالك، ما تخافش غادي تكون مزيان معانا طالما حنا اللي متحكمين فيك وبشكل كامل. ما كليت ما شربت، كنت غير مهبط راسي وكنسمع، غارق في العار، عار من كوني انا عار غير من الوجود ديالي في ديك البلاصه، عار انني عايش كنتنفس معاهم من نفس الهواء. ولكن ومع ذلك مازال ما فهمتش شنو الغلط اللي درت. ملي وصلنا وقفوني جوج ديال البوليس وجوج ناس طاقم طبي وقالوا لي الا ما قاومتيش كلشي غادي يدوز مزيان. ما قاومتش، سلمت راسي ومشيت معاهم، ما شفتش ورايا لا العائله لا الاصحاب. فهمت ديك اللحظه انني بوحدي، صافي طلقت الجميع. منين دخلت المستشفى البوليس قالوا الفريق الطبي المرافقه دازت بخير، خدمتنا هنا سالات، عيطوا لينا الا احتاجيتيو اي حاجه. الغريب في المستشفى حسيت براسي مرتاح شي شويه، حتى واحد من هاد الناس ما كان من ديك المجموعه، تعاملوا معايا كمريض محتاج، انسان محتاج مساعده، ماشي بحال شي مرض مو عادي. خداو مني عينات ديال البول والدم، ومن بعد دخلوني للغرفه كنشاركها مع واحد اخر. السرير ديالي كان حدا الشرجه، وعجبني الحال بزاف حيت مازال حاس براسي مخنوق من ديك الجلسه ديال الطياره وصلوا لي ليا. جلست فوق السرير، شفت المعصم ديالي كان مازال فيه شي اثار حمراء خفيفه ديال القيود، وقلت مع راساتي شكون انا؟ وسمعت صوت انت المريض 286 جيتي هنا للتقييم وربما العلاج، انا الطبيب ديالك السيد جادجمنت، وهذه المساعده ديالي سيده جود جيرل، راه انت دابا في ايدي مزيانه. شاف واحد ورقه وقال سمعنا بلي البوليس جابوك لهنا، شنو السبب ديال هاد ما متاكدش، جاوبتو انا. هو يقول مازال دايخ، صافي ماشي مشكل ماشي مشكل، دابا شويه غادي تشوف الزميله ديالي ميسز نو اول باش دير لك التشخيص. مد لي يدو وسلم عليا. المساعده ديالو كانت كتشوف فيه بواحد الاعجاب كبير، لكن هي ما مداتش ليا يدها وما سلمتش عليا. وهو خارج مسح يدو بالمعقم، وفي ديك اللحظه انا شميت راسي باش نشوف واش فيا شي ريحه، ما كانش فيا، وحتى يديا كانوا نقايه. قلت مع راساتي يمكن غير اجراء روتيني ديال النظافه. من بعد ما رتبت حوايجي، نفس الحوايج اللي كنت ديت لاثيوبيا، دخلت عليه واحد الممرضه وقالت لي المريض 286 عافاك اجي معايا تشوف الطبيب النفسي الاول اللقاء ليك معاه. تبعتها ودخلت المكتب. تما كانت واحد الطبيبه نفسيه وجالس حدا واحد المساعد موجد راسو باش يكتب. كان باين عليه شاب جدي وطموح باغي يتعلم من نيتو، ولكن هذا الجو خلاني نحس براسي بحال اللي عريان، بحال شي فئر ديال التجارب غادي يحللوه. وخا هكا دفعت راسي، قلت ضروري نقاوم نكمل رغم هذا القلق ديال انه شي واحد يشوفك من الداخل هو غريب عليك. كان عندي امل في قلبي باللي اي حاجه خايبه في هذا الوضع ولا فيا انا هاد السيده والمساعد ديالها غادي يصلحوه، باش واخيرا نرجع للخطيبه ديالي والقط ديالي والحياه ديالي اليوميه الهادئه. الطبيبه النفسيه ما هزتش فيا عينيها ملي قالت لي شنو اللي جابك هنا اليوم؟ الراجل تحرج وتفاجأ بهذا السؤال، حاول يلقى جواب وهو اصلا ما كانش متاكد منه. قال لها لا الناس اللي دارين بيا كيشوفوا ان عندي مشكل في العصبيه وما كنقدرش نتحكم في راسي، وكيعتقدوا انني ممكن نكون خطر على الاخرين. حتى انا ما فهمتش هادشي مناش.
المساعد بدا كيكتب، وحتى الطبيبه النفسيه بدات تكتب حتى هي في الكمبيوتر ديالها قبالتها. شويه الطبيبه النفسانيه شافت فيه وقالت لي وكيفاش نقدر نعاونك، شنو كتنتظر مني انا ندير في هاد الحاله ديالك؟ الراجل زاد تحير وتخربق وقال لها ما متاكدش. الطبيبه شافت فيه، عطات واحد الورقه وقالت ليه عندك اضطراب ثنائي القطب، خذ هاد الورقه وعطيها للاستقبال. هو كيشوف الورقه، الطبيبه زاد شافت فيه واحد النظره سريعه وقالت ليه وراك زعما لابس مزيان ومرتب وكيبان عليك نقي، ماشي شكل معتاد ديال شي واحد عنده بيبولير، ولكن ديما كيكونوا استثناءات. قال في بالو الا داكشي اللي قالوا الناس عليا دابا مكتوب في واحد الكتاب ومكتوب في واحد الكمبيوتر من طرف مهنيين، راه ضروري غيكون حقيقي. الراجل بدا تيقرا اللي مكتوب في الورقه، وفي نفس الوقت بدا كيدخل في بالو انه اكتشف واحد الحاجه جديده على راسو. كلمه الرجل ثنائي القطب عجباتو، الخط ما كانش مقروء. مشى للاستقبال وعطاهم الورقه. الممرض قال ليه تسنى شويه راه عندك واحد السياره. شويه تبان ليه الخطيبه ديالو، وواحد الباب زاج ثقيل وكانت جايبه معها القط كاب كيك. شداتو فرحه عارمه ملي شافهم، وسيرتو ملي شاف القط ديالو وهو كيقيسو. خطيبته مدات ليه واحد الصاك وقالت ليه بروده هادو شي حوايج كانوا بقاو عندي ديالك، وكنتمنى هذيك البنت تكون تستاهل هاد الخيانه وهاد الشوهه اللي درتي على قبلها. صافي سالينا، مابقاش تهضر معايا. تدهل وجاتو صدمه واحده اخرى، ولكن صافي دابا تعود، ما قال والو، غير بقى كيشوف فيها وهي غادا خارجه. حس بحال اللي العالم كله متامر عليه، بحال شي مسرحيه كبيره ولا شي مقلب، شي واحد دابا غيخرج يقول ليه كاميرا خفيه. داكشي ما كانش بحال ما كانش حقيقي. هو مازال شاد القط ديالو كاب كيك ويقول ليه الصراحه حسيت راسي بحال تهنيت، اصلا هي عمرها ما فهماتني. صافي بغى يرجع لنفس الممرض وقال ليه انت دابا في الجناح الغلط، اللي عطيتيني هاد الورقه خاصنا نديك واحد الجناح واحد اخر، جمع حوايجك وتبعني. المهم دار داكشي اللي قال ليه بلا نقاش. كان متاكد بلي دابا صافي هاد الناس عارفين شنو تيديروا، وان من بعد هاد الاقامه ديالو هنا اي مشكل عنده غادي يتحل. تبع الممرض بالشكاره ديالو لجناح اخر سميتو المضطربين الغير العاديين. عاود فرغ الحوايج ديالو وجلس فوق السرير. هو كيتسنى سول راسو شنو هو التصرف العادي ديال واحد عنده ثنائي القطب ولا بيبولير. شد التليفون ديالو وقلب في جوجل تصرفات ثنائي القطب رجل. ملي قرا النتائج لقى راسو كيتشابه مع جوج ديال الاعراض، وقنع راسو بلي انا عندي بيبولير، او بالاحرى انا بيبولير. دابا يقدر يتصرف بحريه ويقول للناس راه هو بيبولير وما يبقاوش يرفضوه ولا يعاتبوه، حيت هادشي اصلا تصرف عادي بالنسبه لواحد عنده بيبولير. حس براحه كبيره حيت اخيرا عرف شكون هو. هاد الناس باينين محترفين وجاوبوه على سؤال اللي كان معذبو، حيت في ديك اللحظه ما كانش عارف راسو شكون هو نهائيا. هو كيفكر شحال حاس بالامتنان على هذا الاكتشاف. عيطوا ليه واحد الممرضه واحده اخرى باش يمشي يتغدى. مشى لداك اللوبي والكافيتيريا دخل ليها، كانوا بزاف الناس باينين عاديين جالسين شادين طبيلات ديالهم ماكلتهم. شويه تبان ليه واحد البنت زوينه بزاف، ما كانش متوقع يشوف شي بنت بحال هكا وبهذا الجمال في هذه البلاصه. تحمس يهضر معاه ويقول له هو بيبولير ويسولها على الافاتار ديالها، بغيت نقول على التشخيص ديالها بطبيعه الحال. عطاوه بطاطا مهروسه وواحد القطعه واحد اللحيمه شويه حزينه واحد الكاب كيك، وقال لهم اسمحوا لي انا نباتي ما ناكلش اللحم. وداروا فيه واحد الخنزيره وعطاوها ليه. صافي مشى هز داكشي ديالو ومشى ويقول مع راسو الرجل البيبولير كياكل اللحم. مشى جلس حداها، شافت فيه هزت فيه عينيها قيسات ورجعت كتاكل. وسولها قال لها كي دايره الماكله هنايا؟ قالت ليه عادي زعما ماشي شي حاجه. ويقول لها نقدم لك راسي انا بيبولير. وتقول ليه وانا حديه. شاف دراعها اثار ديال الجروح وقال في بالو كنعرف واحد الاغنيه سميتها حديه، يمكن البنات اللي عندهم الحديه كيعجبهم يديروا التطواج وداك الشيء. ويسولها ياك هاد القسم ديال المضطربين العاديين؟
وجاوباتو لا لا لا، هذا القسم ديال المضطربين الغير العاديين. وزاد شرحات المضطربين العاديين عندهم غير القلق ولا الاكتئاب، حنا هنا عندنا الذهان والعنف. كتشوف داك الباب اللي لهيه، داك الباب الحمر، وهي تشير لواحد الباب بعيد في الممر. الا دار شي واحد شي تصرف خطير بزاف كيديوه لتماك تيجلس بوحديتو، ومنين تدخل لهذا الجناح سيمشي لك الحق في الحريه ديالك، حتى تيقرر الطبيب النفسي يطلق سراحك ويقول في بالو واه هادشي البلاصه دايره بحال الحبس، هي بلا حديد وبلا بوليس. شويه بان ليها كاب كيك القط ديالو في الحضن ديالو، متحمست بزاف، سولاتو قالت لي شنو سميتو؟ قال لها كاب كيك. قالت لي يا على سميه شحال مميزه، فكرتني غير بجداتي. نقولها كيفاش؟ قالت ليه ملي كنت صغيره كنت انا وياها ديما كنصايبو كيكه كاب كيك الحلوه، المهم هي اللي رباتني، وملي ماتت معها الطفوله ديالي. هو يقول لها سمحي لي بزاف والله يرحمها. صافي سكتوا شويه وكملوا الماكله. شويه هو حط القط ديالو عندها وحتى كاب كيك ارتاح لها وبقى كيغرغر. شويه يحسس براسها مزيان وهي تقول ليه شفتي بيكاسو؟ قال لها شكون بيكاسو؟ قالت لي هذاك اللي عنده الذهان كيجيو تهيؤات، ملي كيتستريسا تيبدا يشوف شي حوايج ما كاينينش، تسمع شي حوايج ما كاينينش. وحنا سمينا عليه بيكاسو حيتاش كيدير واحد اللوحات زوينين بزاف. ويقول لها ما حصلش ليا الشرف. قالت ليه راهو بيكاسو. حتى هو يشير لها او يقول لها هذاك راه معايا في الشومبر. قالت ليه وانت شفتيه؟ هو يسولها قال لها شحال هادي هو كاين هنايا؟ قالت ليه ما عرفتش، انا كنجي شي 2 مرات كاع في العام هنا، حيتاش ما كنقدرش نثبت شي خدمه وما عندي حتى شي واحد اللي نقدر نجلس عنده. صافي مني الناس كيضغطوا عليا بزاف في الخدمه كنخرج وكتجيني واحد الفتره خايبه، صافي كندخل راسي هنايا على ما نلقى خدمه. ويقول لها على الناس اللي كيجيو هنا ما تيتشافاوش من داكشي اللي فيهم؟ كتقول لي لا، الواحد راه غير كيتعلم يتعامل مع المرض ديالو، اما راه ما كاينش شفاء. كيديروا شي حصص ديال الهضره مزيانين، كاينين شي نهارات يجيبوا لينا دوك الحيوانات الاليفه حتى هما كيدوزوا مزيانين، ولكن في العموم راه اللي تيجي هنا تيبقى يعاود يجي. السيد صدم كيسحاب ليه 15 يوم وغادي يتشافى، ويفكر مزيان ويقول لها الا كان على هكا انا ما نقدرش نبقى هنا بزاف، راه خاصني نمشي، راه عندي الخدمه تابعاني. هذا كان الجزء الاول انهيار الهويه. كنتمنى يكون عجبكم، وتبعوا الجزء الثاني اللي غيكون اعاده بناء الهويه باش تعرفوا شنو طرا لهاد الجوج. سلامه، شكرا.